تتواصل الوقائع الميدانية في رسم يوم حافل بالمستجدات التي تستحق المتابعة. حجزت السلطات الأمنية في مراكش مساء أمس السبت سيارة فارهة بعد ما لوح بها سائقها بطريقة استعراضية المدينة، مخالفة بذلك قواعد السلامة المرورية وتعرضا للحياة العامة للخطر. كانت هذه المخالفة واضحة للعيان، حيث كان السائق يقود السيارة بطرق غير مسؤولة، مما دفع السلطات إلى التدخل الفوري. عند التحقيق في هذه القضية تبين أن السائق لا يملك رخصة سياقة، وهو ما زاد من خطورة الموقف واستدعى اتخاذ إجراءات قانونية صارمة. ونتيجة لذلك تم حجز السيارة الفارهة وإحالتها على الجهات المختصة لاستكمال الإجراءات القانونية. تعد هذه الخطوة جزءاً من الجهود المستمرة لتعزيز السلامة على الطرق وتحسين الأمن العام. يأتي هذا الإجراء في سياق حملات مراقبة وتطبيق القانون على المخالفين، خاصة أولئك الذين يسيرون بطريقة استعراضية وتشكل تهديداً لأمن مستعملي الطريق. هناك دعوات متزايدة إلى ضرورة مواصلة تشديد المراقبة وتطبيق القانون على المخالفين لضمان سلامة جميع مستعملي الطريق. وما يأتي لا يقل أهمية: حريق هائل يلتهم مساحات غابوية بمحاذاة ضاية إفر يومه الثاني على التوالي. الجهود المكثفة من أجل محاصرته لا تزال مستمرة، مع تواصل عناصر الوقاية المدنية والسلطات المحلية ومصالح المياه والغابات في عمليات التدخل الميداني. منذ الساعات الأولى لاندلاع الحريق أعلنت مختلف المصالح حالة استنفار، مع تسخير إمكانيات بشرية ملمة للسيطرة على بؤر النيران. طبيعة التضاريس وكثافة الغطاء النباتي بالمنطقة تجعل المهمة أكثر صعوبة. فرق التدخل تركز جهودها على تطويق الحريق وحماية المساحات الغابوية المجاورة. الأسباب الحقيقية لاندلاع النيران لا تزال مجهولة، حيث باشرت الجهات المختصة الأبحاث والمعاينات اللازمة لكشف ملابسات الحادث. موجة الحرارة التي تشهدها المنطقة ترفع من مخاطر اندلاع الحرائق الغابوية وتعقد عمليات الإخماد، هذا لمواصلة التعبئة واليقظة لحماية الثروة الغابوية والحد من الخسائر البيئية. السلطات المختصة ستنشر الحصيلة الرسمية للمساحات المتضررة ونتائج التحقيقات بعد السيطرة النهائية على الحريق. حتى ذلك الحين يبقى التوتر والانتباه على أرض الواقع، حيث يتصاعد الدخان ويستمر الحريق في التمدد، وتستمر الوقائع في رسم مشهد مختلف. حريق مفاجئ يندلع في عمارة سكنية بوجدة ويتسبب في حالة من الهلع بين السكان. اندلاع الحريق كان بسبب تماس كهربائي بأحد المكيفات الهوائية في شقة بالطابق الأرضي، مما أدى إلى تصاعد كثيف لأعمدة الدخان في الممرات والسلالم. فرق الوقاية المدنية هرعت إلى المكان ونجحت في السيطرة على الحريق قبل أن ينتشر إلى الشقق والمحلات المجاورة. وقد عملت عناصر الأمن الوطني على تأمين محيط العمارة وتنظيم حركة السير بالشارع الرئيسي لتسهيل مهمة صهاريج الإطفاء. السلطات المحلية فتحت بحثاً للوقوف على كافة الملابسات والدوافع التقنية للحريق وحصر الأضرار المادية الناجمة عن هذا الحادث. السكان يشكرون السرعة والفعالية التي أبدوها فرق الإنقاذ في إخماد الحريق، مما منع حدوث فاجعة حقيقية. شكراً لكم على متابعة نشرة مغرب 24. لن ننساكم في نشراتنا القادمة. إشراككم في القناة يزودنا بالدعم.